في بداية الفيديو كده يا حبايبي حابة اقول لكم كلمتين صغيرين لكل حبايبي اللي بيدخلوا يعلقوا لي. يا ريت تشوفوا شوية من الفيديو، ما ينفعش تكتبوا لي تعليق وتطلعوا تجروا. انا والله بكل امانة ساعات بوقف كتابة التعليق لما اشاهد لكم الفيديو بتاعكم كامل، وبرجع اكتب التعليق بعد ما اشوف المشاهدة. فيا ريت نراعي بعض شويه، لان انتوا كده بتوقعوا لي القناه. يعني قناه وقعت مني خالص، انتوا بتوقعوا لي القناه، مش بتفيدوني بحاجه. يعني كده مش هينفع كده نبقوا حلوين مع بعض. مش بتفيدوني خالص. يعني يا ريت تشوفوا شويه من الفيديو ونراعي بعض شويه. تشوفوا شويه من الفيديو وانتوا بتكتبوا في التعليق عشان خاطر ام احمد، لان انا والله براعي ضميري معاكم. يعني راعوني شويه عشان القناه بتاعتي خلاص والله بدات تنهار يعني. الله يخليكم. واول ما بفتح الفيديو بتاعكم اول حاجه بعملها بروح على اللايك. يعني اول حاجه بعملها والله اول حاجه بعملها بروح على اللايك. بعمل اللايك الاول واشوف مشاهده الفيديو، والفيديو ما دام شددني بقعد شويه حلوين اسمع في الفيديو وبعدين واكتب التعليق. وساعات لما بلاقي ان انا محتاجه اسمع الفيديو بسمع الفيديو بكل امانه للاخر وبكتب التعليق بعد ما اسمع الفيديو. يعني كمان ما بكتبش التعليق اثناء ما انا بشاهد. فيا ريت يا حبايبي نراعوا بعض شويه عشان خاطر القناه والله ضايعه مني خالص وكده. يعني الواحد بدا يجيله احباط وبدا يكره ان هو يصور ويعمل فيديوهات مع اني بتعب فيها جدا جدا. نرجع بقى للعيش الجميل بتاعنا ده الحواوشي بتاعنا التحفه يا بنات. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، احلى من بتاع المحلات مليون مره. عاملين العجينه وعاملين كل حاجه معانا في البيت، وازاي جهزنا اللحمه للحواوشي بتاعنا. العيش والعجينه بتاعتنا خطيره يا بنات، خطيره. تعمليها عيش، انا عملت منها عيش اهو، تحفه تحفه يا بنات. اعملوا منها عيش حلوه. شوفوا العجينه بجد هتعجبكم، حلوه حلوه يا بنات بجد. حابين نشوفوا الجمال ده عملناه ازاي، وحابين نشوف العجينة ونشوف احنا عملنا الحواوشي بتاعنا التحفة ده ازاي. يلا بينا على الفيديو نشوف الجمال بتاعنا ده احنا عملناه ازاي. يلا بينا. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض دلوقتي العيش بتاع الحواوشي. او العيش اللي بتعمليه العيش المصري عادي، او تعملي منه كل حاجة. يعني تعملي منه العيش المصري، تعملي منه العيش الحواوشي، تعملي منه العيش البلدي، كل حاجة. طبعا انا هنا معايا دقيق، الكمية حسب ما انت عايزة. انا معايا دول حوالي كيلو ونص. معايا هنا الخض اللي كنا عاملينه بتاع الزبده. شوفوا فيديو الزبده هيعجبكم جدا. لو انا مش موجود عندي خض يا ام احمد اللي هو اللبن اللي طلع وانت بتضربي الزبده ده، يبقى لبن، يبقى لبن حليب. ما عنديش لبن حليب يبقى بميه، انا بعجنه بميه عادي. بس انا عشان كان موجود عندي الخض بتاع الزبده ده فقلت اعجن بيه. وهكمل بميه، معايا ميه هنا عادي. ومعايا هنا خميرة، قطعة خميرة بيرة قد الليمونة كده، مدوباها في مية ومعلقة سكر. مية عادية خالص من الحنفية. الجو حر دلوقتي فمية عادية خالص. لو الجو ساقع يبقى مية فترة مش سخنة، لأن المية السخنة بتموت معاكي الخميرة. طيب أنا ما عنديش خميرة طرية يا أم أحمد، يبقى معلقة كبيرة خميرة بودر اللي هي الخميرة الفورية. بس كده يا بنات، هو ده كل الايه المقادير بتاعتنا. انا حاطه طبعا رشه ملح على الدقيق، مفيش اكتر من كده. ومعايا هنا الخميره، اول حاجه هنزل بيها. عندك عجان اشتغلي في العجان كده. هنزل بقى باللبن اللي هو عندي. ما عندكيش اشتغلي بميه عادي، انا بعجنه في العجب وما بحطلوش لا سمنه ولا حاجه. انا كنت عامله الجبنه والزبده والخض ده كنت شايلاه عندي في الفريزر، قلت اخليه لما اعجن حاجه ابقى اعمله. تنزلي بالميه بتاعتك بالتدريج كده، شويه بشويه. ياخد ميه قد ايه؟ الدقيق يا حبيبتي بيختلف من ده لده.
بيخلي العجينه بتاعتنا جامده شويه. في الشتاء بنطريها شويه. ليه؟ لان في الصيف الجو الحر بيخلي العجينه تطرى معاكي، لكن في الشتاء العجينه بتشد معانا طبيعي من الرطوبه وكده، بتشد معانا. فعشان كده في الصيف خلي عجينتك جامده شويه، عشان بعد ما بتخمر وكده بتطرى. ريحه الخض بقى في العيش ريحته حلوه جدا، اللي هو اللبن اللي طلع من الزبده ده ريحته حلوه قوي. بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا. ادي العجينه بتاعتنا اهيت، بسم الله ما شاء الله عليها. تخليها ماسكه معاكي وطريه في نفس الوقت، يعني ما تخليهاش ايه طريه بتتشبط ولا هي جامده قوي، بحيث ان لما تخمر معاكي وتطرى شويه يبقى عادي عشان تعرفي تشكليها. هحط حوالي معلقه زيت كده، معلقه واحده بس، عشان وادهن الوش بتاعها كده. واغطيها واسيبها تخمر. اديلها كيس كده، نغطيها بقى بالكيس ده يا بنات، ونسيبها لما تختمر ونرجع لكم. ودلوقتي يا احلى بنوتات في الدنيا، انا هنجهز بقى اللحمه بتاعتنا عبل العيش بتاعنا ما يختمر. انا هنا معايا اللحمه بتاعتي 1.5 كيلو. انا هنا هاخد شويه اعملهم بالعجين باللحمه من غير ما اشوحها. واللي عارفني انا بعمل الحواوشي بشوحه الاول كده على النار، ولادي بتحبوا كده، بس انا هعمل شويه كده وشويه كده، عشان اللي حابب يعمل ده يعمل ده، يعني كل واحد يختار ان هو حابب يعمل ايه، واللي حابب ياكل ده ياكل براحته، وكل واحد الاكل بقى حر. انا معايا هنا البصل. انا مش عارفه الحامل بتاع التليفون حصل فيه ايه بصراحه. هنا يا بنات هحط شويه بصل حلوين كده اهوت. طبعا والحواوشي لازم وحدتين فلفل حامي كده. الحواوشي اللي ما كانش حامي ما بيبقاش طعمه حلو. اهو لو عندك اطفال ما تبالغيش كده. وطبعا التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ توم باودر، بصل باودر، البهارات السبعه اللي احنا عاملينها مع بعض، كزبره ناشفه، بابريكا، بس مش اكتر من كده، فلفل اسود طبعا ده اساسي، حبه توم باودر هنا كده، وحبه بصل باودر، وشويه كزبره ناشفه، فلفل اسود، وشويه بابريكا، وشويه السبع بهارات كده بالشكل ده يا بنات. وهنا طبعا هنحط كميه من البصل كده، لان دي كميه اللحمه اكتر. وبعدين الحواوشي كمان بيحب البصل، كل ما تكتري له بصل كل ما يبقى حلو. هنا كده يا بنات انا حطيت اللحمه اللي انا هحطها على النار بالشكل ده، حطيت عليها البصل وولعت البوتاجاز وحطيتها وسبتها. نشوف بقى اللحمه التانية هنعمل فيها ايه. كده يا احلى بنات في الدنيا، انا معايا هنا اوراق كزبره على بقدونس كده مقطعاهم بالشكل ده. هاخد شويه كده برضو ما تبلغيش، حوالي معلقه. والملح طبعا ده اساسي بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا. اهم حاجه بقى تعجني العجينه دي معاكي كويس جدا، تفضلي تعجني في العجينه دي كده كويس جدا، وانت بتعجني كده الله الروايح طالعه ما شاء الله. بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا. انا بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كده كورتها زي ما انتم شايفين كده، كورتها ل6 كور اهو
دي عجينة اللحمة اللي احنا هنعملها نية بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا. انا شوحت اللحمة بتاعتي مع البصل بالشكل ده اهو، يا دوب اتشوحت كده، مش بسويها زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هننزل بشوية شطة كده، فلفل حامي على بارد كده، وهننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي كزبرة ناشفة، توم بودر، بصل بودر، السبع بهارات، بابريكا. طبعا لما بتنزلي بالبهارات بتاعتك الريحة بقى بتطلع مش عايزة اقولك. طبعا وفلفل اسود ده اساسي، والملح بتاعنا طبعا. اللي بيعمل حواوشي كده يقول لي، واللي بيعملوا العجينه اللحمه نيه يقول لي. طبعا انا عارفه ان الكل بيعملوا اللحمه نيه، بس بصراحه احنا بنحبه كده. بس انا عملت كده وكده للي بيحب. الريحه بقى فظيعه يا بنات، فظيعه. طبعا شويه كزبره على بقدونس مفرومين كده، ودول اخر حاجه انا بنزل في الحاله دي. انا بطفي على طول. وكده اللحمه بتاعتنا جاهزه يا احلى بنات في الدنيا اهيت. طبعا الصوره ظلمها هي فظيعه. بالشكل ده هنشوف بقى، نروح نشوف العجينه بتاعتنا. ادي العجينه بتاعتنا يا احلى بنات في الدنيا، اختمرت اهي بسم الله ما شاء الله. هنقطعها بقى. الرغيف حسب ما انت حابه الحجم بتاعه، كبير صغير اللي يعجبك. بتحطي اتنين على بعض، بتحطي واحد وتطبقيه كده على بعضه، اللي يعجبك. دي حاجه راجعه لك انت. العجينه بسم الله ما شاء الله عليها. زي ما انتوا شايفين كده يا احلى بنات في الدنيا. انا مش بقى بفرد على دقيق، انا بفرد على شويه زيت بالشكل ده. انا بحب اخلي العيش بتاعي رقيق جدا، عشان خاطر لما تيجي تاكلي اللحمه كده تبقى اللحمه باينه في العيش، يعني ما يبقاش العجين كتير واللحمه شويه. لا، انا عايزه العيش بتاعي كده يبقى رقيق، بحيث ان تبقي تاكلي الحواوشي بتاعك الرغيف كده مقرمش من بره وطري من جوه، وحاجه كده طعمها بيبقى فظيع بصراحه يا بنات. هنجيب بقى اللحمه بتاعتنا. طبعا كرة اللحمه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله، هنفردها كده في العجين.
وتفرديها في العجينه بتاعتك كده عشان تبقى الرغيف كله فيه لحمه بالشكل ده. طبعا انا عامله فرده واحد تاني، شايفين السمك بتاع العيش عندي عامل ازاي، رقيق ازاي. وكمان بحب ارققه عن كده كمان، يعني انا كده كمان متخناه. كده يا احلى بنات في الدنيا. تقفلي الرغيف بتاعك كويس جدا. اقفلي القفله بتاعت الرغيف بتاعك كويس عشان وهو بيستوي في الفرن ما يفتحش منك، وخصوصا ان احنا كمان فردينه على زيت عشان الزيت ما بيخليش الحاجه تلحم معاكي كويس. انا في الوقت ده يا احلى بنات في الدنيا مولعه الفرن بتاعي، انا هخبز في البوتاجاز مش في فرن الغاز، فلازم البوتاجاز عشان ناره مش قويه زي فرن الغاز. طبعا بعتذر عن الصوت اللي بره ده، في جماعه جيراننا طبعا شغالين بيجهزوا في البيت بتاعهم، فعاملين طبعا السباكين عامله دوشه. افردي فيه كمان شويه كده. في الوقت ده برضو يا بنات انا معايا هنا الصواني بتاعتي فردة فيها ورق فويل كده ودهنها زيت. ادي رغيف العيش بتاعنا يا حبايبي اهو. بالشكل ده كده. طبعا انا مش هدخل ده في الصينيه لوحده ومش هينفع احط واحد زيه كده، هي الصينيه مش هتاخد. فهعمل ازاي؟ هعمل الرغيف اللي هو بيتطبق على نفسه، يعني ايه رغيف واحد. طبعا انا مكبراهم دول عشان هطبقهم على نفسه. وبخلي برضو العجينه رقيقه جدا جدا، هو مش بيبقى محتاج لا مردانه ولا محتاج حاجه. بسم الله ما شاء الله العجينه مريحه معانا وحلوه. ولما تفردي بزيت ما تفرديش زيت كتير، يعني انا زقه لو انتوا شايفين الزيت قدامي على الرخامه، وزيت بسيط خالص. كده يا احلى بنات في الدنيا. هنحط بقى من الخلطه اللي احنا اللحمه اللي احنا مسويينها دي، نديلها تشويحه كده على النار. حشوه كتير حشوه قليله، ده حاجه انت اللي هتاكليها انت واولادك، اعمليها زي ما بتحبي وحسب امكانياتك. العيش ده والله لو حاف بيتاكل، يعني لو ما فيهوش اي حاجه خالص ساده كده بيتاكل وبيبقى طعمه حلو. بالشكل ده يا بنات. وبضغط على اللحمه بتاعتي عشان خاطر
تبقى ماسكه كده، ما تفرولش في الرغيف. هاخد العيش كده اطبقه على نفسه. هو ما بياخدش وقت خالص يعني، والله سريع، بس انا طبعا عشان التصوير وكده فهو ده اللي بيعطل، لكن والله لو من غير تصوير ما بياخدش معايا وقت خالص. هقرب لكم الرغيف كده عشان تشوفوه اهو، زي ما انتم شايفين كده. احلى بنوتات في الدنيا. بضغط عليه برضو عشان عايزه العيش بتاعي رقيق خالص، زي ما قلت لكم كده، عشان خاطر ان وانت بتقطمي كده ما تبقيش تقطمي عجين، تقطمي العيش كده باللحمه تبقى طعمه باين كده. يا احلى بنوتات في الدنيا. بتشيلك بالراحه طبعا اهو بالشكل ده. يا احلى بنات اهو العيش بتاعنا. الفرن بتاعي والع بقى، هقعد ادخله في الفرن هنعمل كمان واحد من العيش التاني ده. افردي على قد ما تقدري، يعني ايه؟ ليه؟ لان العيش ده في خميره، ما تقلقيش عليه. الخميره كمان هو بينفش في الفرن، فعشان ما يبقاش تخين كده صدقوني شايفين رقيق ازاي. هركن ده على جنب واجيب كمان واحد بقى اللي هحط فيه اللحمه اهو. لو تلاحظوا ان انا كميه الزيت بسيطه جدا، يعني حاجه كده على الرخامه مفيش لا تذكر، وما بفردش على دقيق خالص. وبقيت العيش بتاعي الصينيه اللي احنا عملناها في الفرن، قبل ما نجهز الرغيفين دول يكونوا اللي في الفرن بحط على الارضيه. قبل ما اجهز الرغيفين دول بيكون التاني عمل قعر كده، فباخده ارفعه على الشبكه واحط ده على الارض، بفضل ماشيه كده. طبعا ولو مقطعه بدري شويه، يعني لما عامله كام واحد كده بدخل الصينيتين مع بعض كده. يا احلى بنات في الدنيا. هناخد كرة اللحمه اهي، نحطها نفردها في العيش بتاعنا. وانت بتفردي اللحمه افردي اللحمه بالعيش، يعني العيش خليه يتفرد كمان معاكي، مش بنفرد اللحمه وبس، احنا بنفرد كمان رغيف العيش. ممكن تخليه زي ما هو كده وتطبقيه على نفسه، ممكن يعني ممكن تخليه زي ما هو كده وتطبقيه على نفسه، وممكن تحطي له الرغيف التاني كده بالشكل ده. يا احلى بنات. نحاول نفرده شويه. هعمل الرغيف ده معاكم وافصل عشان الاصوات اللي بره دي ما جنبكمش حاجه
ان انتوا تسمعوها. انا بس حبيت اوريكم الرز كمان وبيبقى رقيق قد ايه. تقفليه. ده احلى بنات، اديله مسحه زيت صغيره على وشه كده. ومعايا الصينيه بتاعتي طبعا. بس جهزي حاجتك كده تقومي ما تاخديش وقت. ادي احلى بنات في الدنيا الرغيف بتاعنا اهو، شايفين؟ هخلص بقى الكميه كلها بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا وارجع لكم.